الحكومة هجمت هانة على رجالة الحاجة هداية، كانوا مستخبيين ما تحملوا البرد، خرجوا ولعوا نار، الحكومة لقطتهم، حصل ضرب نار، الحكومة صفتهم. طب والعربية المتحملة بالسلاح؟ ما كانت معهم، ومن وقتها ما نعرف عنها شيء. يعني راحت فين؟ طب البضاعة اللي عليها ما ظهرتش معايا تاجر؟ انت موافق على الكلام ده يا شيخ وليد؟ انا قدرت اوصل لخط سير العربيه واخر حته وقفت فيها واخر مشوار قامت بيه. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. قول لي بقى اخر مشوار العربية كان فين؟ كان هناك. الرجاله كانت معسكر يا هنا، وصار ضرب نار بينهم وبين الحكومه. الحكومة جت هانة كتير واستعانوا بوليده بأكتر من قصاص قطر وما وجدوا شيء. يعني العربيات راحت فين؟ حد نزل من السما وخطفها؟ الو يا حنان، ايه؟ مالك في ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب خلاص ما تقلقيش، اهدي بس، انا جاي لك على طول، مسافة السكة. شيخ فايز، انا عايز الرجالة تفحت لي هنا. عماد باشا، بلا باشا بلا زفت. الواد هشام هرب. الهرم هرب ازاي؟ معرفش، ضرب نار على الشرطه وهرب. طب العمل دلوقتي انا هقول لك تعمل ايه، بس ركز معايا يا سيد، واللي هقوله لك تنفذه بالحرف، اوعى تفكر، تنفذ بس يا سيد. فكر في كلامي كويس، انا عايزه مصلحتك. اهلا 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 يا فرح، ازيك؟ الحمد لله يا عم. طب يا جدو انا هطلع اوضتي. اتغيرتي خالص يا فرح. كل حاجه بتتغير يا عم، مفيش حاجه بتفضل على حالها. لا يا حبيبتي، انا مش موافق على كده خالص. يعني مثلا انا بحبك وبعتبرك زي بنتي من يوم ما اخترتك لرحيم، ودي حاجه عمرها ما اتغيرت جوايا. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، يمكن انا هتفضلي لحد امتى عايشه لوحدك في الغربه؟ حبيبتي انا بعتبرك زي بنتي وربنا يعلم، ولو انا شايفك قصادي دلوقتي مبسوطه بغربتك وبعادك عن هنا كنت اقول لك ماشي خليكي زي ما انتي، بس بصراحه ربنا اللي انا شايفه غير كده خالص. صدقني يا عمي انا مرتاحه هناك اكتر، على الاقل ما بفكرش في اللي فات. يا بنتي اللي فات مات، احنا ولاد النهارده. يا ريت بقى حضرتك تقول الكلمتين دول لرحاب ورحيم اللي رافضين ان انا اقترح عليهم فكره سفر زياد معاه. كده بقى هقول لك الحين يفهم، الحين يفهم يا بنتي. شوفي انت قلبيها في دماغك، راجل مش عاوز ست تسافر وبيتلكك بابن اخته عشان يمنعها، يبقى ده قصده ايه؟ عموما يا عمي انا مش عايزه اتكلم في حاجه عن اذنك. يا حبيبتي انا كمان مش عاوزك تتكلمي، بس على الاقل على الاقل عاوزك تفكري. الحقني يا حلمي، انت فين؟ ما هو سامي معاك اهو، وهو طمني الموضوع بسيط. بسيط؟ بسيط ازاي؟ بالقبضوا عليا ومبهدلني هنا اخر بهدله. معلش يا حنان، حاول انت بس تهدي وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. اهدى ازاي وانت سايبني لوحدي؟ هو انت عليك يا حلمي تمرمطني المرمطه دي؟ يعني رحيم وشغلك اهم مني انا؟ ما تقوليش كده يا حنان، انت ما تعرفيش انت ايه بالنسبه لي، انا اللي مانعني عنك الشديد القوي. ايه هو الشديد القوي؟ سامي قال لي لو جيت هيتقبض عليا، الشركه باسمي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. من ساعه ما رجعت واحنا ما شفناش خير. مش وقته، انت بس تخرجي باذن الله وبعد كده هيحلها الف حلال. بقول لك ايه، اديني سامي. حاضر حاضر. استاذ سامي،
الو. زي ما وصيتك بقى ها؟ لا ما تقلقش، انا لسه واصل صحيح، بس هي معايا دلوقتي، مش همشي الا وهي معايا، ما تقلقش خالص. مع السلامه. سلام. ما تقلقيش يا مدام حنان، انا مش همشي الا ايدك في ايدي. موضوع بسيط وراح لحاله، كان سوء تفاهم. ان شاء الله ان شاء الله. بلغ الضابط ان الاستاذ سامي عوض المحامي عاوز اقابله ضروري، بلغه والا هصعب الموقف. ما تقلقيش يا مدام حنان، رحيم بيه موصيني عليكي. اتفضل يا استاذ. احمد بيه، معلش ما كنتش عارف اكلمك ها؟ لا لسه. اكيد هنلاقيهم هنا يا شيخ. احمد بيه، هكلمك بعدين، بس حضر نفسك، شكلها قربت. مش قلت لكم هنلاقيها هنا؟ أنا مش عارفة أقول لحضرتك أنا آسفة ولا شكرا على حاجة. ما تقوليش حاجه، اللي حصل حصل. بس لميا أختي ما كانتش عايزة تأذي حضرتك، ده كان غصب عنها. غصب عنها ازاي يعني؟ أنا سمعتها وهي بتتكلم مع حد في التليفون، بس أنا معرفش هو مين. بس هو كان بيحاول يضغط عليها، كان عايزها تعمل حاجة، لكن والله هي رفضت. لكن هي كانت بتقول كلمة أنا ما كنتش فاهمة معناها إلا لما حضرتك اتسجنتي وهي هربت. كلمه ايه يعني؟ كانت بتقول أنا خايفة أعمل كده. طب ما تحطها أنت في مكتبها، وهي كده كده عمرها ما هتشك فيه. عمري ما هشك فيه. مين ده؟ صدقيني أنا ما أعرفش غير كده، وهو ده كل اللي أنا سمعته. وبعدين أنا أصلا كنت فاكراها بجد بتتكلم في حاجة تخص الشغل، لكن بعد اللي حصل طبعا ابتديت أشك. طب ما سمعتيش اسمه ايه؟ هي ما قالتش اسمها. طب ما سمعتيهاش تتكلم ولا مره مع واحده اسمها امينه؟ أمينة؟ لا. طيب لو افتكرتي اي حاجه لو سمحتي كلميني على الرقم ده، لان حق لميا وحقي هيرجع لو عرفنا مين اللي ضغط عليها وخلاها تعمل كده. شكرا انك جيتي، هتلاقي حاجه لميا مع الامن تحت. بعد إذن حضرتك. يا عزيز، هاتي البنات واطلعي لي بره، انا قدام البوابه اهو. يلا سلام.
سيد؟ وحشتيني يا بنت رحاب. وانت كمان. القصر كان مضلم من غيرك. بلاش بقى سيره القصر اللي تغم دي. ايه اخبارك انت والبنات؟ مش ناقصنا غير وجودك وسطينا. دول هيتبسطوا قوي لما يشوفوك. والله. ينفع كده يا رحاب؟ انا اشوف عيالي في النادي؟ وانت حد قال لك امشي برضه يا سيد؟ ما انت عامل كده بمزاجك. انت اللي مصعبها على نفسك وعلينا. انا مش مصعب حاجه، انا ناوي احل المشاكل اللي بيني وبينهم. بجد؟ يا ريت يا سيد يا ريت. قولي لي الواد هشام فين؟ انت عايز ايه من هشام بس؟ الواحد مش ناقص مشاكل. انا كمان مش ناقص مشاكل لا ليا ولا ليكم. قولي لي بس الواد في القصر ولا فين بالظبط؟ محدش يعرف عنه حاجه، مختفي من امبارح. بس قول لي انت ناوي على ايه؟ هقول لك يا رحاب انا ناوي على ايه. هشام ده قص المشاكل، لو حليتها معاه هبقى حليتها مع عيله السيوفي كلها. بس اوعي تكوني فاكره يعني هرجع القصر تاني، لا. انا هقعد في شقتي وانت كمان هتيجي تعيشي معايا زي اي زوج وزوجه. انت بس لما تعرفي مكان هشام قولي لي عشان احلها معاه. بجد يا سيد؟ بجد. انت عاجبك الفرقه اللي احنا فيها دي؟ الفرقه دي انت اللي عاملها يا سيد. انت اللي عاملها. بس وعزة الله رحيم لما يعرف هيتبسط قوي. لا 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 رحيم لا. رحيم لو عرف هيغصب على الواد، وانا عايز احلها معاه بالتراضي. انت بس لما تعرفي مكان الواد يبقى بلغيني على طول عشان احلها معاه. حاضر حاضر يا سيد. حضر لك الخير يا اميره، ده وش الخير كله. ايوه احمد بيه. ايوه حلمي، ايه الاخبار عندك؟ لقيت العربيه والسلاح؟ لقيناها. هتتحركوا امتى؟ كمان ربع ساعه. حلو قوي، لو في اي حاجه بلغني على طول. تمام. الو. كده كنت عاوزه تطنشيني وما ترديش؟ اخصى عليك يا داليا. انت عايز ايه؟ اولا حبيت اقول لك مبروك على البراءه، ثانيا بقى يا ترى الهام اخت لميا دلتك على حاجه جديده لما جاتلك؟ اتخضيتي؟ لا يا ماما ما تتخضيش، على فكره انا عاوز مصلحتك. ولو تفتكري انا اول مره كلمتك فيها حذرتك ان البوليس هيقبضوا عليكي وقلت لك اهربي وانت اللي ما سمعتيش كلامي، وتاني مره كنت ههربك من الاسم وبرضه ما سمعتيش كلامي. المره دي بقى لازم تسمعي كلامي. كلام ايه؟ هتلاقي تحت الكرسي اللي جنبك علبه فيها فلاشه فيها فيديو ومعلومات تانية تهمك، اتفرجي عليها وادعي.